السلام عليكم يا شباب، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده انا هقول لك ليه نيويورك سيتي آه البلد الافضل في انك انت تيجي تقعد فيها. يعني حتى لو عندك ناس في اي ولايه تانية، بجد يعني فكره ان انت يبقى عندك مثلا حد في ولايه مش عارف، نفترض مثلا يعني في جيرسي، انا والله اعرف حد فانا عايز انزل عليه وبتاع وعايز اقعد معاه والكلام ده كله. طيب ليه ما تعملش ده؟ بص يا سيدي، انا لازم اقول لك ان حلو ان انت تبقى عارف ناس، طبعا ده اكيد، ولكن حلو ان انت تبقى عارفهم علشان لا قدر الله لو استقيت في مشكله تكلمهم والله يا جماعه واحد اتنين تلاته، مش انك تبقى عايش معاهم وتحكم على نفسك انك تقعد في المنطقه اللي هم قاعدين فيها وما تشوفش فرص تانية غير الفرص اللي هم شافوها واللي هم فيها. فخليك عارف ليه نيويورك هي واحده من افضل الولايات، ان ما كانت هي الافضل انك تيجي تقعد فيها. بص يا عم الحاج، نيويورك سيتي يا جماعه من الاخر هم اللي بيسموها كده ايه، عارف لما بتلعب هوم واوي، لما بتلعب مثلا ايه ماتش كوره ويقول لك انت هتلعب في ارضك او هتلعب بره ارضك. فلو انت هتلعب بره ارضك فانت ممكن تروح اي ولايه تانية، لكن ارضك هي نيويورك سيتي. تقول لي يا جاكسون طب احنا مش فاهمين، طب نفهم الكلام ده معناته ايه؟ بص يا عم الحاج، دلوقتي نيويورك سيتي هي الارض اللي بنسميها ارضك، من الاخر اللي فيها كل حاجه هتعرف تعملها، اللي من الاخر هتلاقي سبورت كله جاي من كل حته. مش بلد واسعه، مش بلد هاديه، مش بلد ما فيهاش حلول، مش بلد فيها كل حاجه صعبه، لا. من اسهل الحاجات اللي موجوده في انك تقدر تخلص ورقها او تقدر تخلص الاشياء اللي فيها عامه، هي نيويورك سيتي. ليه؟ لان معظم الناس اللي عايشين في البلد هنا كلهم فورن، كلهم جايين من بره، ناس اجانب على المكان. فعلشان يحل لهم مشكلتهم لو هما مش معاهم ورق، لان البلد هنا اقتصاديه جدا والشغل اللي فيها مش بيشتغلوا اجانب، يعني مش هيشتغل واحد امريكي، لا، عايزين حد مثلا عربي، عايزين واحد ايجنت، عايزين واحد ايجنت، عايزين واحد ايجن، عايزين واحد من روسيا مثلا، عايزين واحد لاتينو مثلا. الحته دي كلها بتتلخص، او انديان مثلا، الحته دي بتتلخص في ان الناس دي بتيجي عن طريق ايا كانت الطريقه هي ايه، وبتقنن وضعها وبتعمل اقامه، وبتستغل فكره ان نيويورك سيتي بيسهلوا لك كل القصه بتاعت كل حاجه، ايا كان ورق، ايا كان شغل، ايا كان كل حاجه، علشان البلد دي تفضل اقتصاديا بتاعها ماشي تمام. فكل حاجه هنا بتخلص. ولايات كتيره جدا جدا الحاجات فيها صعبه جدا انها تخلص، والناس اللي عايشه في الولايات التانية وجات هنا هقول لك الكلام ده كويس جدا. الولايات التانية سهل فيها ان انت تعيش لو انت اوريدي كل حاجه معاك تمام. يعني راجل قعدت اوريدي في نيويورك، وبعد كده الحمد لله استقريت فرحت قعدت في اي ولايه تانية، الحمد لله شغلك موجود، الحمد لله عارف فلوسك بتيجي منين، الحمد لله عندك بيتك وعربيتك، مش محتاج حاجه من حد، مش محتاج اي حاجه خالص. ف فلازم تبقوا عارفين ان انت علشان تبتدي لازم تبقى في نيويورك سيتي. والله العظيم خدوها سلوجن كده، علشان تبتدي روح نيويورك سيتي، سلوجن. والله العظيم يا جماعه الكلام ده هتفهمه لما تعيش هنا. اللي هيقول لك نيويورك سيتي غاليه، قول له ماشي يا عم غاليه، وتعالى برضه اقعد هنا. مالكش فيها حد، هتعرف ناس وتتعرف على ناس. على حسب انت منين هتعرف تلاقي الناس اللي شبهك اللي تقدر تقعد معاها، واللي تقدر نفس تفكيرك ونفس العادات والتقاليد بتاعتك عامه، ايا كان هي ايه. يعني واحد مثلا، وانا افترض من القاهره، فصحابي من القاهره هتلاقيهم نفس الفكر نفس الطريقه، طبيعي. الناس اللي مثلا من اي مكان، اسكندريه برضه هتلاقي الناس اللي من اسكندريه، هتلاقي كل حاجه بتبان، كل حاجه في الدنيا بتبان وبسهوله جدا. مش كل اللي عليك ان انت تبقى انت عارف بس طريقك ماشي ازاي علشان تعرف تتعامل. نيويورك سيتي يا جماعه تاني والله العظيم واحده من افضل الولايات اللي هتعرف تقنن فيها وضعك، وخد بالك الورق فيها بيخلص من اي ولايه تانية. يعني لو حد مثلا بيفكر يعمل قضيه لجوء ولا حاجه، نيويورك بتبقى اسرع من ولايات تانية كتير. افهموا ده يا جماعه كويس جدا وحطوه على في ودنكم. نيويورك سيتي لو انت هتبتدي فانا ارشحها لك رقم واحد في كل حاجه. هي فعلا الهوم مش الاواي، هي الارض بتاعتك اللي انت تلعب فيها. حتى اغلب المغنيين لما بييجوا يغنوا في نيويورك او بيعملوا كونفرنس في نيويورك او في اي حاجه ليهم علاقه بنيويورك، مثلا بيطلعوا يعملوا مقابله مثلا، او بيعملوا مثلا بيسموها ايه، كونفرنس، يعني بيعملوا توك شو مثلا، كوميدي، ستاند اب كوميدي، بيعملوا آه، اي حاجه، اي حد يعني من الناس السليبرتيز دول لما بييجوا هنا بتبقى فعلا فعلا ده المكان بتاعهم، ده الهوم بتاعهم. العرب الحته اللي متاكدين فيها ان في ناس هيجي لهم وفي ناس هيتفرجوا عليهم ومتاكدين ان هي هتسولد اوت وكل الكلام ده. يعني فعلا نيويورك هي مختلفه عن اي ولايه ثانيه
حرفيا بلد هتعرف تستفيد منها. وبعد كده بقى ممكن هي مش انضف بلد ولكن احسن بلد تعرف تتعامل فيها. خلص بقى كل حاجه دي كلها وبعد كده فكر بقى والله عايز تروح ولايه كذا تروح ولايه كذا. وتاني هنا هتعرف تتعامل وهتعرف تخلص ورقك وهتعرف تمشي الدنيا، كل حاجه هنا بتخلص بسهوله، ورق كله بيخلص بسهوله، بيسهلوا الدنيا على الناس كلها اللي عايشين هنا. انا زي ما قلت لكم كلهم جايين وبيحاولوا يعدلوا وضعهم، هم اللي محتجزين على البلد حرفيا. يعني انت مثلا لو شلت العرب وشلت الاسبان وشلت الايجن وشلت الروس وسبت الامريكان، البلد هتقع اقتصاديا هتقع. فليه؟ لان اللي شغالين البلد حرفيا هم دول. انا ما بتكلمش على الشركات، بتكلم على البلد. مطاعم، تاكسيات، اوبر، مش عارف ايه، مغسله، مش عارف فين، مين الويترز، كل حاجه الناس بتشتغل فيها مش امريكانز. الامريكانز حرفيا عندهم الشركات وعايشين في كاليفورنيا كده يعني، فاهم؟ دي مش عارف دي سي فين، مش عارف فين في كاليفورنيا فين، وهكذا. طبعا بقى الا قليلين جدا اللي عايشين في نيويورك، ومش هتلاقيهم عايشين في حياه الناس كلها عارفاها. يعني حياه بتبقى مقفوله عليهم كده زي كومباوندز او زي اماكن كده، زي ناس مهمه جدا. واحد من اشهر الناس اليهود اللي محتكرين البلد اقتصاديا بالبنوك، ورئيس يعني ابن رئيس مهم جدا في شركات سوري في بنوك، اللي مسيطرين على البلد غالبا. قاعد في جزيره كده، قاعد في اخر حته في الجزيره في حته معينه في نيويورك سيتي هنا جنبنا عادي، بس ما حدش بيقدر يخش ولا يقدر يطلع، وعامل جيت كبيره جدا وحوارات كتيره جدا. فلا، في ناس كويسه جدا وعايشه عادي مفيش مشاكل، ولكن اكتريه الناس اللي بتعرف تتعامل، اللي عايزه تتعامل وتعرف تظبط ورقها وتخلص حاجتها، تيجي تطلع انشورنس، تيجي تطلع بنك اكونت، تيجي تطلع رخصه، تيجي تطلع تاكس اي دي نمبر، تيجي تعمل لجوء، تيجي تعمل تظبط حالها، حتى الجواز، كل حاجه في نيويورك اسهل واسرع. فنصيحه من اخ لاخوك ومن اخوكي، لو نويت تعمل ده فان شاء الله هتعرف قد ايه الكوميونتي هنا تحتاج انك تبني نفسك هنا، وبعد كده ان شاء الله تنتقل مكان تاني. وربنا يسهل لكم اموركم ان شاء الله، واشوفكم على خير في فيديو جديد. لو عندك انت رايك برضه ممكن تقوله لي في الكومنتس تحت، ولو عندك اي سؤال حابب انك تساله برضه ممكن تسيبه تحت في الكومنت، وانا لو ان شاء الله اقدر اجاوب عليه هجاوبك. لو ما جاوبتش عليه فغالبا هتلاقي اجابته موجوده في الفيديوهات اللي انت مش عايز تخش تشوفها، اللي هتستفيد منها جدا. لو انت عندك سؤال يعني خصوصي قوي ومش يعني مش عايز تحب ان انت تكتبه على الكومنتس وعلى الملأ، فممكن تعمل تعمل سبسكرايب على الانستجرام عندي ان شاء الله في خلال 4 ايام ولا حاجه. ممكن تخش الجروب عشان احنا في اول الشهر، الناس اللي بتطلع والناس اللي بتخش جديد يعني. توكل على الله، ممكن اشوفك في الجروب. وفي نفس الوقت ممكن تسال سؤالك في الكومنت تحت ان شاء الله. اشوفكم على خير يا جماعه، فيديو جديد. يا رب تكونوا استفدتم باي حاجه، يا رب تكونوا سمعتوا كلام مهم جدا تستفيد منه وتسمعه، ونشوفكم على خير ان شاء الله. صباح الفل، السلام عليكم.